وهنا انا قصيت الخيوط 10 خيوط بمقاس 2 متر. تعالوا بقى نعمل عقدة البداية واللي هي هنثبتها على الخشبة. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هبدأ احط ال10 خيوط كده بطريقة عقدة البداية او عقدة التثبيت. هثبت الخيط على الخشبة بالشكل ده كده، وابدأ هثبت ال10 خيوط بنفس الشكل ده. هنا اهو حطيت ال10 خيوط زي ما انتم شايفين كده بمقاس 2 متر، وبعد كده هبدأ بقى اشتغل العقد المربعة عليه. يعني هاخد 4 4 4 وهبدأ اشتغل العقد المربعة. العقدة المربعة زي ما قلنا ان احنا بنشتغلها ب4 خيوط بالشكل ده. هنبدأ نشتغل ازاي العقدة المربعة. تعالوا نشوف بالشكل ده كده. هجيب الخيطين دول هما اللي هشتغل عليهم، والخيط ده في ايدي اليمين والخيط ده في ايدي الشمال، وهبدأ اشتغل او اعمل نمبر 4 بالشكل ده كده، ويبقى جاي على الخيطين دول. وهبدأ اخد الخيط ده عليه كده بالشكل ده، واطلع بيه من الفراغ اللي هو نمبر 4، وابدأ اسحب كده. وبعد كده بقى اسحب بالتوازي، امسك بايدي دي الخيطين اللي هما الثابتين، وابدأ اشد العقدة بالشكل ده عشان تتعب كده. العقدة المربعة لسه ما خلصتش. هبدأ بالجنب التاني ده اعمل رقم او نمبر 4 بالشكل ده، وعلى الخيطين دول والخيط ده كده فوقيه بالشكل ده كده، وبالخيط ده كده هبدأ اطلع من الفراغ اللي هو بتاع نمبر 4، وابدأ اسحب الخيط بطريقة متوازية علشان يبقى مع بعض. ودي كده العقدة المربعة. هشتغل نفس العقدة دي بكل الخيوط دي، وارجع لكم نشوف هنعمل ايه. هنا عملت اهو كده صف العقدة المربعة. هنبدأ بقى نعمل ايه. اول حاجة هشيل خيطين من هنا وخيطين من الناحية دي كمان، وابدأ بقى اشتغل بالباقي العقدة المربعة. هاخد اول 4 خيوط بالشكل ده واشتغل بيهم العقدة المربعة زي ما كنا بنشتغلها بنفس التكنيك وبنفس الشكل. هبدأ اشتغل العقدة المربعة كده اهو تمام بالشكل ده. برضو الصف كله هبدأ اشتغله العقدة المربعة. انا هكمل علشان وقت الفيديو، هكمل هنا كل ده العقدة المربعة ونرجع تاني. هنا الصف زي ما انتم شايفين اهو اشتغلته كده عقد برضو مربعة. هبدأ اعمل ايه في الصف ده. اشيل 2 كمان، واشيل من الجنب ده 2 كمان واحطهم كده، وابدأ اشتغل بالباقي عقد مربعة. خلصت هبدأ برضو اشيل 2 من هنا. كل صف بنزله بشيل 2 وابدأ اكمل العقد المربعة لحد ما توصل لي عقدة مربعة واحدة بس. انا هعمل نفس الشغل ده لحد ما اوصل لعقدة واحدة مربعة. وهنا اهو وصلت للعقدة المربعة الاخيرة. هبدأ بقى انزل كل الخيوط اللي انا رفعتها كده، ونبدأ بقى نشتغل العقدة المزدوجة المائلة. انا عندي الخيوط هقسمهم بالشكل ده كده اهو، من اول العقدة المربعة الاخيرة بقسمهم بالشكل ده، وهبدأ بقى اشتغل اول خيط ده كده بالعقدة المزدوجة المائلة بالشكل ده. هشتغل كل الخيوط ده على الخيط المائل ده. واحنا قلنا بنشتغل العقدة المائلة ازاي. بنعمل الخيط ده كده بالميل كده، واول خيط باخده معايا بشتغل كده من فوقيه، وبجيب من الفراغ ده كده، وببدأ الخيط اللي انا شغالة عليه ثابت، وببدأ اسحب الخيط اللي انا شغالة بيه. ومش مرة واحدة، بعملها مرتين على الخيط. يعني كل خيط بعمله مرتين بنفس الشكل، وابدأ اسحب كده بالشكل ده تمام. هكمل برضو تاني خيط بالشكل ده اهو. بجيبه كده بالشكل ده، وبجيبه بالفراغ ده كده، والخيط ده بيبقى ثابت معايا مايل كده، وببدأ اعمل مرة كمان. احنا خدناها بالتفصيل في القناة، بس انا عشان ما ترجعوش لو حد لسه مبتدئ ما يرجعش للفيديوهات تاني، فانا بقول لكم كده سريعا اهو. بجيب الخيط ده كده، وده المايل عشان كده احنا سميناها عقدة مائلة. وهجيبه من تحت كده، الخيط ده بيبقى فوق كده، وبجيب الخيط ده فوق كده اهو. بجيب الفراغ من الفراغ ده تاني، وببدأ اشد
الخيط بتاعي، وبعمله مرتين مش مرة واحدة بنفس الطريقة. هكمل الخيوط بتاعتي علشان وقت الفيديو وارجع لكم مرة تانية. كده اهو انا خلصت الخيوط بتاعتي اللي هو الجنب ده، ونفس الجنب ده كده هعمل نفس الشكل ده كده اهو لحد ما نلاقي الاتنين دول مع بعض ونشتغلهم عقدة مايلة. انا هكمل الجنب ده وارجع لكم تاني بنفس الشكل ده، هعمله بنفس الطريقة دي، هعمله من الناحية دي. وتعالوا نشوف برضو اول واحدة نعملها مع بعض علشان يعني ما ترجعوش للفيديوهات التانية. اول حاجة بصوا ده اللي هو الثابت معايا، ودول اللي انا هشتغل بيهم. بجيب كده اهو من تحت كده واعمل نمبر 4 اهو، وبجيبه من الشكل ده كده، وببدأ الخيط ده ثابت معايا، وببدأ انا اشد الخيط اللي هو اللي انا بشتغل عليه، ببدأ اظبطه كده. وزي ما قلنا بنشتغله مرتين مش مرة واحدة بالشكل ده. هكمل وارجع لكم مرة تانية. اهو كده خلصت. بصوا بقى الخيطين دول، الخيط اللي انا كنت شغاله عليه من الجنب ده والخيط اللي انا كنت شغاله عليه من الجنب ده هيتقابلوا مع بعض. هبدا اشتغل عليهم برضو بنفس الشكل، هعملهم كده حرف اكس وابدا اشتغل بالشكل ده كده. وقلنا مش مره واحده، مرتين، ويبقى كده انا قفلت المثلث بالشكل ده. تمام. هعمل ايه تاني؟ هعمل صف تاني بنفس الشكل دول، هعمل صف تاني تحت كده علشان ابروز المثلث. هعمله وارجع لكم تاني. كده اهو بصوا خلصت كده المثلث بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. بصوا بقى ظبطوا كده، تظبطوا الشغل كده بعد لما تخلصوا علشان يبقى متناسق. بعد كده بقى تعالوا نشوف هنعمل ايه. بعد كده بقى هنعمل ايه؟ هبدأ اقسم الخيوط اهي متقسمة اهي. هبدأ اخد من هنا 1 2 3 4 5، ومن هنا 1 2 3 4 5. يبقى كده انا عندي 5 خيوط من هنا و5 خيوط من هنا. تمام. هبدأ بقى اعمل ايه؟ هاخد الخيط ده المايل ده هشتغل عليه ال4 خيوط دول. تمام. تمام. هنا انا الخيط ده الخامس، لا هاخد واحد كمان علشان يبقوا 5، وهو ده اللي هشتغل بيه. يبقى هشتغل هنا ال5 خيوط دول. هبدأ اشتغل العقدة المايلة بنفس الشغل اللي احنا اشتغلناه فوق على 5 خيوط. تمام. هبدأ اشتغل ال5 خيوط كده. ادي 1 2 3 4 5. تمام كده انا اشتغلت اهو 5 خيوط من الجنب ده. هروح على الجنب التاني واشتغل 5 خيوط برضو. هاخد الخيط ده اهو واشتغل 1 2 3 4 5، دول اللي هشتغل عليهم. تمام. بنشتغل العقدة المزدوجة المائلة. تمام بالشكل ده اهو. هكمل الجنب ده وارجع لكم مرة تاني. اهو خلصت. هبدأ بقى اخد ال4 خيوط اللي في النص دول وادخل فيهم خرزة. تقدري لو ما عندكيش خرزة عادي تقدري ان انت تعملي بيهم العقدة المربعة. لو عندك خرزة تقدري ان انت تدخليها بالشكل ده بس. وبعدين بقى هبدأ اقفل المثلث بتاعي عادي زي ما كنت بقفله. هنقفله ازاي؟ بصوا انا كنت عامله برضو فيديو للمثلث للمعين ده، مش مثلث للمعين ده، نقفله ازاي. هنا بقى هبدأ ارفع بس الخيوط اللي انا مش هشتغل بيها علشان ما تضايقنيش في الشغل او ما تلخبطنيش. وابدأ بقى اقسم الخيوط دي طبعا جنب كده وجنب يمين وجنب شمال. اول الخيط بقى ده هو اللي هثبت عليه الشغل والخيوط بتاعتي. بس ببدأ اخد خيط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ اقفل المعين بالطريقة بتاعتنا العادية. انا هنا قفلت اهو كل المثلث بتاعي او المعين بتاعي. هبدأ بقى اشتغل برضو معين تحتيه بنفس التكنيك وبنفس الطريقة. هنعمله بنفس الطريقة. انا طبعا هجري في الفيديو علشان بس وقت الفيديو ما يطولش معاكم وما تملوش معايا. لو لسه ما عملتيش لايك تعملي لايك دلوقتي لو استفدتي مني او بتستفادي مني. يا ريت ما تبخليش عليا باللايك.
وتعالي نشوف هنعمل ايه بعد كده. هنا ده شكله اهو. بصوا بقى، دي اول مجموعة انا عملتها، عملت معينين تحت بعض بالشكل ده. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. هنزل بقى الخيوط دي كده، وهبدأ بقى احط الخيوط تاني عشان نعمل حاجة تاني. انا طبعا هقول لكم على المقاسات واحنا شغالين. انا بصوا عملت هنا من الجنب ده العقدة الحلزونية. تعالوا نشوف عملتها بكام متر. قصيت الخيط على 3 متر مفرد. 3 متر مفرد، يعني لما اجي احطه مجوز هيبقى متر ونص. تمام كده متر ونص. بصوا بقى، في حاجه عايزه اقولها لكم، او يعني بصوا تركايه كده صغيره على العقده الحلزونيه دي، علشان ما تاثرش معاكم في الخيط او تحسوا ان الخيط قصر معاكم. بصوا بقى، انا بجيب الخيط نفسه كده، انا خلاص قصيته على 3 متر. ببدا اشوف الخيط اللي انا هشتغل عليه هقصره بنفس مقاس اللي انا عايزاه. يعني انا عايزه طولها طول معين كده، فباخد الخيطين كده مش بيبقوا قد بعض، لا الخيط ده بيبقى قصير. ليه؟ علشان ده الخيط اللي لما اجي احط العقده التانية هيبقوا الخيطين جنب بعض اللي هما بمقاس اللي انا هشتغل عليه. الخيطين اللي انا هشتغل عليهم بالمقاس، لان دول مش بيقصروا، لان انا بشتغل عليهم. اللي بيقصروا الجنب اليمين والجنب الشمال. فانت بتاخدي مقاس يعني مثلا العقده الحلزونيه مثلا انت عايزاها، لو هنقول عايزينها مثلا 60 سنتي، فبتقيسي الخيطين اللي هم اللي في النص دول 60 سنتي، تبدأي ان انت تشتغلي عليهم عادي بقى العقدة الحلزونية عادي جدا. العقدة الحلزونية عارفين بنشتغلها ازاي؟ بالشكل ده كده على جنب واحد. وكمان عايزة اقول لكم على حاجة، ان انتوا تعدوا العقد. يعني انا بصوا عاملة كده عقدتين، ودي التالتة، ودي الرابعة، ودي الخامسة. تمام، ودي الستة. خلاص كده انا عملت 6 عقد من اللي هي العقدة الحلزونية. بعد كده بقى بقلب الشغل كده، وابدأ بقى عشان تطلع مظبوطة او تطلع حلزونية بطريقة مظبوطة ومنسقة، ان انت تبدأي ان انت تعدي العقد. وبعد كده يعني مثلا 6 عقد وخلاص تقلبي العقدة وتشتغلي تاني. فاهمين قصدي ايه؟ لحد ما تبقى كده منظمة. الاتنين هيبقوا شبه بعض جدا. بس هبدأ بقى ان انا اربطهم عادي بالخيط عادي. وبعد كده تعالوا نشوف هنعمل العقدة التانية اللي هي العقدة دي المعينات، ودي برضو خدناها بالتفصيل. بس انا في الفيديو هنا بقول لكم المقاسات بتاعة الخيوط. هنا انا قصيت 4 خيوط وعملتهم على عقدة يعني عقدة التثبيت على الخشبة. ال4 خيوط بقى يعني مقاسهم ايه؟ 3.5 سنتي، 3.5 متر، بعتذر، 3.5 متر. يعني وانا بقى يعني بتنيهم او بعملهم مكوز 3.5، يعني 100 مثلا 175 سنتي، 175 متر، يعني متر. انتوا فاهمين قصدي؟ فانا قصيته مفرد 3.5 متر. تمام. وبشتغل عادي بقى المعين بتاعي عادي جدا، وبدخل بقى في الخرزة في النص، ومرة ادخل فيه الخرزة ومرة ما ادخلهوش. تمام. بصوا بقى، تعالوا نشوف المقاسات تاني. انا هنا بقول لكم ان انا بعمل نفس شكل المعين اللي انا اشتغلته في الاول. وبكده بقى ايه، احنا خلصنا الجنبين. وهنا ربطت برضو العقدة الحلزونية، هنا برضو هربطهم في بعض بالعقدة اللي هي المايلة بالشكل ده كده اهو. وابدأ برضو اشتغل معين تاني. هقفل بقى خلاص بالمعين. فانا هنا بقسم الشغل، هنا عندي 4 خيوط اهم هشتغل بيهم، وهنا 4 خيوط. تمام. هبدأ بقى اشتغل عادي جدا المعين بتاعي. تعالوا نقول المقاسات تاني. اول مجموعة انا قصيتها على 2 متر. العقدة الحلزونية قصيتها على 3 متر. العقدة اللي هي المعين دي قصيتها على 3.5 متر. ده بيختلف. عايزه اقول لكم على حاجه، عايزه اقول لكم ان اختلاف الخيط وسمك الخيط بيختلف مقاساته. بصوا انا هنا الخيط بتاعي سمكه رفيع، لو انت هتشتغلي بخيط اتخن او مجدول بيختلف جدا خالص المقاسات. عشان كده لما تيجي تسالوا حد على المقاسات فلازم تكون نفس الخيط او نفس سمك الخيط.
ما ينفعش مثلا انا هستخدم يعني المقاسات دي مثلا بخيط كوردون، لا مش هينفع خالص، فاهمين؟ بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب كمان اكون فدتكم، ولو فدتكم واستفدتوا منه حتى لو حاجه بسيطه يا ريت تعملوا لي لايك، لان الفيديوهات عندي بصوا عايزه اقول لكم ان هي نازله يعني في النازل، انا عندي 130 الف مشترك بس مشاهدات الفيديوهات وحشه جدا جدا جدا، فانا عايزاكم تعملوا لي لايك علشان الفيديو يتشاف كتير. وشكرا لمتابعتكم، يا رب اكون فدتكم. وتعالوا بقى بعد كده انا هدخل هنا خيوط عادي، يعني هنا يعني بالعقده عقده التثبيت عادي، دخلت الخيوط بتاعتي وقصيتها على شكل مثلث وبقى هو ده شكلها. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.